السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ المهم، هذا اول فيديو غادي نلوحو في هذه القناه، وبغيت نشارك معكم في بعض الصور وبعض الفيديوهات بخصوص انتقالي للعيش في امريكا. واللي عنده شي سؤال او اي حاجه يقدر يسولني في كومنت، وغادي نرد على اي واحد. مرحبا. وسمحوا لي مرتبك شويه، والصراحه ما عنديش ما نقول بزاف. وكما قلت لكم غادي نشارك معاكم بعض الفيديوهات وبعض الصور وصافي اللي خديتها واللي صورتها زعما من نهار جيت لهنايا. المهم، كما قلت لكم انا مغربي وانتقلت للعيش هنا في امريكا في 2025. وبصراحه كانت بزاف ديال الحاجات اللي مختلفه هنايا تماما عما كنت كنتوقع من قبل. وصراحة كاينين بعض الحاجات اللي زوينة بزاف، وكاينين حاجات اخرى كانت صدمة حقيقية بالنسبة ليا. واول شيء صدمني هنا هو الناس هنا كيفاش كيتعاملوا، وكيفاش كاينين بعض الناس ما كتعرفهمش، كتلاقى معهم في الزنقه كيقولوا لك هاي، كيسلموا عليك، كيضحكوا معاك، كيضحكوا لك في وجهك، خاصه في الشارع ولا في تلاقيتي معهم في سوبر ماركت ولا في اي بلاصه بحال ما هكا. وصراحه هادشي ما كنتش انا متعود عليه نهائيا بالمره. والمهم، ثاني حاجه اللي صدمتني هنايا الصراحه هما الاسعار هنايا بزاف طالعين بزاف. بعض المرات كتدخل السوبر مارشي ولا كتدخل على شي ستور ولا شي حاجه باش تشري شي حاجه بسيطه بزاف، وفاش كتخرج كتلقى راسك كتشوف الفاتوره اللي انت خلصتي كتلقاها بانك خلصتي مبلغ كبير بزاف بلا ما تحس. والصراحه الشيء اللي صعيب هنايا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي غاليين، اللي ماشي اي واحد غادي يقدر يعيش هنايا لما كانش زعما شي واحد اللي غادي يعاونك هنايا في البدايه. فهمتي؟ كتكون قضيه صعيبه شويه. مي فاش كتكون عاوتاني شي واحد اللي غادي يفورسي عليك هنايا، شي واحد زعما اللي من لافامي ديالك ولا نامي ديالك ولا شي واحد اللي تقدر تعول عليه، في ديك المرحله الاولى كتكون القضيه شويه ماشي سهله بزاف، ولكن زعما تقدر تسكي راسك كما كنقولوا. والصراحه تاني حاجه اللي جاتني صعيبه هنايا، وخاصه انني جيت في الوقيته ديال الشتاء، هو الجو هنايا صعيب بزاف، خاصه في الثلج. كنت كنظن باللي انا كنت كنعرف البرد زعما في المغرب، مي الصراحه اكتشفت بانني ما كنعرف لا برد لا والو، حيت البرد هنايا خلاني نعاود التفكير بزاف في حياتي كلها. المهم، حاجه اخرى لاحظتها هو ان الحياه هنا كتعتمد بزاف على السياره في بعض الاماكن. الا ما كانش عندك سياره صعيب بزاف تمشي ليهم، او خاصه لو بغيتي تمشي تشري شي حاجه، اي حاجه يعني تبغي تشريها في الحياه اليوميه ديالك، كتكون خاص ضروري خاصك السياره. لما كانت السياره ما تقدرش تتحرك. كذلك لاحظت ان الناس هنايا كيحترموا الخصوصيه بزاف، الخصوصيه بشكل كبير. يعني ما كاينش شي واحد. وليت كنرتبك فاش كنهضر بالدارجه، سمحوا لي، خاصه ملي كتكون معولت كتهضر بواحد اللغه. فهمتي؟ كتهضر بواحد اللغه صافي كتولي فاش كتبغي تهضر باللغه ديالك كتولي تفكر قبل، يعني كتولي تفكر شنو غتقول. والله يخلينا لنا الدارجه ديالنا، هي اهم حاجه. المهم، حاجه اخرى اللي لاحظتها هي ان الحياه هنايا كما قلت لكم تعتمد على السياره بزاف، بزاف ديال الحوايج. يعني ما كانش عندك سياره ما تقدرش تتحرك لاي بلاصه، خاصه الا كنتي ساكن خارج المدينه. فهمتي؟ كما كتعرفوا خارج المدينه كتكون شويه راكم عارفين دوك الديور اللي كيكونوا هنايا في امريكا كيكونوا زعما بعاد شويه على المحلات وعلى الاشياء اللي كتبغي تشريها، وداك الشيء اللي راكم عارفين. كما قلت لكم، لاحظت حاجه اخرى لاحظتها هنايا هو ان بزاف يعني الناس كاملين تقريبا ما كاينش شي واحد كيدخل لك في الخصوصيه ديالك بشكل نهائي. يعني كل شخص كيهتم غير بحياته وخدمته فقط، ما كيدخلش لك في حياتك نهائيا. وحاجه اخرى اكتشفتها بان هنا الامريكيين كيشربوا القهوه بزاف، والقهوه انا ما عنديش معها، ما كنحملهاش. مي الصراحه كنت في شحال هذيك كانت عزيزه عليا القهوه، مي ما شحال هذه ضربت عليها نهائيا. فهنايا بزاف ديال الناس كيشربوا القهوه، وداكشي علاش ديما المقاهي هنايا كتلقاهم كتمشي لهم، خاصه في الويكاند ما كتلقاش فين تجلس.
حتى انا الصراحه ولات عزيز عليا نمشي القهوه، زعما نجلس في الاوقات الفارغه ديالي فاش ما كنكونش خدام، خاصه بالويكاند. ولكن زعما ما كنشربش قهوه كما قلت لكم، كناخذ اي حاجه اخرى من غير القهوه. والصراحه كاينين بعض الاشياء اخرين اللي فاجاتني ومن هاد الاشياء ان الحياه هنا سريعه بزاف، الوقت طياره، الناس دائما مشغولين وديما خدامين ومعمرين وقتهم، وكل شيء هنا غادي بالزربه. بعض الاوقات كتصدم، ما كتعرفش راسك فين. كتشوف المكانه كتلقى ساعه، كتعاود تشوف كتلقى ساعه اخرى. الصراحه هادشي ما كنتش متوقعه، ما كنتش زعما معول عليه، ما كنتش زعما متعود عليه في المغرب. ولكن بصراحه رغم كل هاد الاختلافات اللي قلت لكم، كاينين بزاف ديال الحاجات اللي زوينه. والحاجه اللي مزيانه بزاف هنايا هي ان كل يوم كتعلم حاجه جديده. المهم كنتمنى، كما قلت لكم الجو هنايا صعيب بزاف، وكما كتشوفوا معايا الثلج في هذا الفيديو هذا. واش بغيت نقول لكم، الحاجه اللي ما تحملتهاش الصراحه بزاف هي هاد الوقيته ديال الشتاء والبرد والثلج، تكون صعيبه شويه هادشي اللي بغيت نقول لكم. وكما قلت لكم، اللي عنده اي سؤال ولا اي 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 حاجه بغى يعرفها مرحبا، ما غادي نجاوب اي واحد ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم الفيديو. وكما قلت لكم، بالمناسبه هذه المشيشه ديالي، هذه هي الرفيقه ديالنا انا والمدام ديالي، وهي الصراحه ديال المدام، ولكن فاش جيت انا ولات ديالي حتى انا. فهذه المشيشه ديالنا بنيتنا، والله يخليها لينا. كما كتشوفوا معايا انا كنضربوا بها دويره في الثلج هنايا، كيعجب هاد الثلج. يلا ما نطولش عليكم، اللي عنده شي سؤال ولا تساؤلات يا ربي العربيه مشات، مرحبا ويخلي لي كومنت وغادي نجاوب اي واحد. يلا ما نطولش عليكم، والله يحفظكم ليا. باي باي.